يلا يا جيمي قوم اتوضى عشان نصلي العصر. لا صلاة ايه بقى يا عم الشيخ، نهارك ابيض كده واحد الله. انا لابس شورت والشورت فوق الركبه واحنا قاعدين عند الناس وكل الناس عارفين ان ما ينفعش تصلي بشورت فوق الركبه كده يا باشا. انا براءه وان شاء الله لما نروح البيت نصلي كل الصلوات بقى براحتنا. لا يا معلم، مفيش الكلام ده، ما ينفعش اصلا تاخر الصلاه عن وقتها. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، الصلاه بالشورت اللي انت لابسه ده صحيحه وما فيهاش اي مشاكل. بعد نزول الفيديو اللي انتوا شفتوه ده نزل عليا وابل من التعليقات، تعليقات كتيره جدا، منها اللي فيها شكر وجزاك الله خيرا، ومنها اللي فيها شتايم وقله ادب وحاجات ما ينفعش اصلا تتقال، ومنها استفسارات واسئله كتيره عن جواز الصلاه بالشورت. ناس فهموا الفيديو صح وناس فهموا الفيديو غلط. انا في الفيديو ده هوضح لك ايه المقصود اصلا من الفيديو ده. انا في الفيديو ده ما قصدتش ابدا ان انا ادعو الناس ان هم يصلوا بالشورت، لان الشورت اللي كاشف للعوره ما ينفعش اصلا تصلي فيه، وستر العوره من شروط صحه الصلاه، يعني الصلاه ما بتصحش غير وانت ساتر عورتك. لكن الهدف الحقيقي من الفيديو ده هو ان انا اوصل رساله للناس، اوصل رساله للشباب اللي بينزلوا من البيت بالشورت وانا عارف ومتاكد ان هم نازلين وعاملين حاجه غلط. هو شخص مهمل غير ملتزم بالصلاه، ما عندوش اي استعداد ان هو يصلي اصلا، هو نازل ولابس شورت والصلاه مش في دماغه خالص. وكلنا عارفين ان ده نموذج موجود ومنتشر جدا حوالينا. الشباب دول للاسف بيتحججوا ان هم لابسين شورت، ووقت الصلاه بيجي عليهم ويخرج والصلاه بتفوتهم ويقولوا احنا لابسين شورت هنبقى نصلي في البيت. فكان الهدف من الفيديو ده ان انا اوضح فقه الاولويات. الاولويه هنا ان انت تصلي وما تخليش الصلاه تخرج عن وقتها، ان خروج الصلاه عن وقتها ذنب عظيم جدا وكبيره من الكبائر. فلو دخلنا في مقارنه بين ان احنا نصلي بالشورت وبين ان احنا نفوت الصلاه، اكيد هنختار ان احنا نصلي بالشورت. ما ينفعش اصلا نفوت الصلاه، مفيش اي عذر لفوات الصلاه. ولو رجعتوا للفيديو وشفتوا التعليقات هتلاقوا ان في اسئله كتيره جدا من شباب بيسالوني هل نصلي بالشورت ولا لا، وكان دايما ردي عليهم ان لا، ما تصلوش بالشورت، الصلاه بالشورت اصلا لا تصح. طالما انت موجود في البيت وتقدر تلبس بنطلون، او انت معاك اصلا بنطلون، او انت في مكان ينفع تستر فيه عورتك باي حاجه حتى لو قماشه او ملايه او اي حاجه، يبقى لازم تعمل كده. لكن لو انت في مكان وميعاد الصلاه داخل عليك وقرب يخرج وانت لسه موجود في نفس المكان ده ومفيش اي حاجه عندك تغطي بيها نفسك وتستر بيها عورتك، فيجب عليك ان انت تصلي. وما ينفعش ابدا تاخر الصلاه، ما ينفعش ابدا تسيب الصلاه تتراكم عليك وتقول انا هصليها لما ارجع البيت. ده ذنب عظيم جدا لازم تاخد بالك منه. وهو ده كان الهدف الحقيقي من الفيديو. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم الهدف اللي انا عامل عشانه الفيديو ده. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.